غرقينها تتبيله قوي بزياده قوي. ده انت اللي هتاكل هياكل تتبيل. يعني دول 660 جرام ب 500 جنيه. اهلا بكم في مقارنه احسن فرخه مشويه يا جماعه، الجزء الثاني، والمره دي هنبدا بالدهان. ومعانا بردك في المقارنه بابلو اند عبده، وثالث واحد بناء على طلبكم انتوا المحمري داخل المقارنات. يلا بينا نبدا بالدهان. الفرخه المشويه وطبق رز ب 418 جنيه. طبق رز ولا طبق سلطه؟ عباره عن نصين. كل المطاعم الثلاث مطاعم اللي احنا طلبنا من عندهم ما بيبيعوش حاجه اسمها فرخه كامله مشويه. كل واحد بيقول لك لا، هي بالنص، تشتري نص فرخه وتاخدها على طبقين. جاي لنا معاها واحده طحينه، واحده بابا غنوج، واربع ترغيف عيش، وطبق الرز البسمتي احنا اللي طالبينه. ماسكين اداره الدهان من مكتب هاني فود. هنا بقول لكم ده مش طبق رز، ده طبق للسلطه. يعني ده لا يباع على انه طبق رز. 41 جنيه غير الضريبه. وتعالوا نوزن الفرخه من عند الدهان. والفرخه جايه مخليه يا جماعه. الفرخه عند الدهان 720 جرام. انت لو رايح تعمل دايت تبقى فاهم ان الفرخه البروتين اللي انت هتاكله تقريبا مخليه، ولكن فيها سنه عظم. احنا ما طلبناش منهم ان تكون مخليه، فهل هي مخليه ولا لا؟ انا احس يعني ايه، شايلين رجل الدبوسه، سايبين حته هنا، يعني هي مخليه الا ربع. ما علينا، اهم حاجه بالنسبه لنا الطعم. وعايز اقول لكم ان الريحه جميله، التتبيله واضحه. يعني بص، التتبيله واضحه وطريقه الشوي. احنا في المقارنه دي هنقارن ايه؟ هنقارن لونها وهي مشويه عامله ازاي، مسوده ولا لا، طريقه الشوي بتاعتها، ريحه الزفاره فيها ريحه زفاره ولا لا. لان دي حاجه بتضايقني قوي في الفراخ المشويه، ان اشم فيها ريحه زفاره وانا باكلها، دي حاجه وحشه بالنسبه لي. حاجه تانية هنقارن ان التتبيله واصله لحد جوه فيها ولا لا. هنا التتبيله واضحه وضوح الشمس، والفراخ لونها مبيض بطريقه شيك قوي. على قد ما هي بالنسبه لي غاليه شويه، ولكن شايف ان هي سهله المنال. وعايز اقول لكم ان تتبيلتها خرافيه وريحتها عظيمه وما فيهاش ريحه زفاره. وزي ما انتم شايفين لحمه الصدر بيضه بياض ناصع، بيضه بياض جميل. هاتها يا عم في الطحينه. لحمه الصدر ناعمه وجميله، خرافه. عنده الرز البسمتي بتاعهم مش حلو. هات بقى سن البابا غنوج اللي بعتينها دي. دول كده حلوين. ده وحش، خش على بعض. وتاني واحد معانا الاشهر في الفراخ المشويه دلوقتي، اللي بيقولوا انه بيعمل فراخ مشويه. الناس عماله تقول لي جرب بابلو عند عبده، وانا كان ليا معاه ذكريات. وهنا عند بابلو عند عبده الفرخه ب 530 جنيه يا جماعه. زهره حاجه مفروضه وبتاع. ايه ده؟ وتغليف كويس. نسمي الله. في عند بابلو عند عبده النص فرخه، وبيديك الفرخه كامله. مفيش فرخه كامله، بيديها لك على نصين. بيديك معاها رز واثنين توميه واثنين مخلل فري، يعني رز وتوميه ومخلل فري على الفرخه اللي هتطلبها. وهنا الفرخه مخليه، ما عندهمش فراخ سليمه، الفرخه مخليه من العظم نهائي. 666 جرام. يعني اقل تقريبا فرخه جبناها. يعني دول 660 جرام ب 500 جنيه. الموضوع بقى في حته تالته رابعه خمسه 10. بصوا بقى منظر هنا الفراخ. ايه ده؟ ايه التتبيله دي كلها؟ دي تتبيله بس. ايه ده؟ هم حاطين كل ده تتبيله ليه؟ انا حاسس ان انا بتكلم صح ولا انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ يعني بص هنا الدهنه، ايه ده؟ مغرقينها تتبيله قوي بزياده قوي. ده انت اللي هتاكل هياكل تتبيل. شم كده فيها ريحه زفاره. مفيش ريحه زفاره بنص جنيه. مفيش ريحه، مش فراخ، دي ريحه تتبيله عايمه جواها. هي نضيفه؟ نضيفه. تسويتها كويسه؟ منظر التسويه كويسه، مفيش حاجه محروقه. بدون عظم. بص كده، نص فرخه بدون عظم، مفيش عظم، مديها لك مخليه. بابلو عند عبده ما عندوش الفراخ سليمه، عنده فراخ مخليه. سمي الله. هي طريان رهيب قوي. التتبيله بتاعتها مخليها طريه قوي، انسجه طريه قوي. بص بقى الفن هنا، هو مشرحها كده عشان تستوي من جوه. بيضه قشطه،
قشطه وشرب قشطه. بسم الله. ندوق التوميه. ومعلومه لكل اصحاب مطاعم اللي بيبيعوا فراخ مشويه، الصح بتاع الفراخ المشويه تاكل جنبها توميه. يعني اي حد يقدم يا جماعه، صاحب مطعم قدم فراخ مشويه تحط معاها توميه، دي بتخلي طعم الفراخ حلو قوي. لا لا لا، افتر تيست التوميه اوفر قوي. نشوف الرز بتاعهم. حلو قوي، حلو قوي قوي. خش على بعض. واخر واحد طلبناه يا جماعه المحمدي، 660 جنيه. يعني يا ست الكل، يا استاذه يا فاضله، يا اللي متجوزه وعندك عيال وحافظه تحافظي على بيتك، الفرخه باغلى من حق كيلو اللحمه. هنا الفرخه اغلى من حق كيلو اللحمه يا ست الكل. اعملي اكل في بيتك واسكتي. انا راجل صاحب مطعم، ما يصحش اقول الكلام ده، انا كده هخسر. ولكن انا عايز اقول لك ان الدنيا حرام. جوزك اللي انت رايحه جايه تصرفي فلوسه في المطاعم ما يصحش. عيب عيب لما اشتري فرخه ب 660 جنيه يا جماعه. دي فرخه فرخه يا ايه الحياه رايحه بينا على فين؟ ولكن بعت لنا كيسين عيش منفوخين. انت منفوخ في الاساس فتتنفخ في العيش. عايزين يعمل ايه؟ وده المبدا اللي كنت بقوله، ان اللي صح تبعت توميه مع الفراخ المشويه. وجربوا اللي انا بقوله، كلوا كده الفراخ المشويه بالتوميه في حته 18. وده ايه؟ المخلل وطحينه وتقريبا بعت 2 كاتشب. يلا نسمي الله ونوزن فرخه المحمدي. وقبل ما نوزن الفرخه عايز اوريكم منظرها كده. برضك عند المحمدي الفرخه بتتباع على نصين، ما بتتباعش سليمه. وعايز اقول لكم ان منظرها ومنظر الروزماري، ده روزماري يا جماعه، منظره وريحتها حوار. بسم الله. وهو هنا بعضمها مش مخليه. نفض من الرز وتعالى على الميزان. 700 جرام يا جماعه. الفرخه بتشتري فرخه مشويه بتطلع لك 700 جرام بعضمها. يعني دي تصفى نص كيلو او 600 جرام زي بابلو عند عبده. ولكن الصراحه بص الغنى في التتبيله. بص الغنى ده اسمه غنى. بص هو مشرح اصلا الورك ازاي. في غنى في الحوار. بعت 2 من ده ومن ده ومن ده ومن ده. يعني كل نص فرخه بيطلع معاها الاربع حاجات دي. والعيش بتاعهم ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ العيش لوحده. عارف انت تصحى الصبح كده تحط حته قشطه شويه عسل مزيكا. انا مش عايز اطول عليكم الفيديو عشان الناس بتقول لي طول. انا مش عايز اطول، ولكن عايز اشرح لكم بفكر. يعني عايز اشرح لكم كده وانا مستمتع بالمنظر. نوريتها لكم، ولكن هيقولوا انت بتعمل اعلان للمحمدي. ادوق الفراخ ساده الاول بعد كده نخش في التوميه. طريقه ريان المندي ما فيهاش طعم الشوي، ما فيهاش تدخينه. يعني مش حاسس بطعم دخان الشوي فيها. ايه ده؟ حتى دي رايقه قوي كده. ايه ده؟ جلد حتى ابيض. عملتوها ازاي دي يا ولاد اللعيبه؟ طعمها حلو الصراحه. ايه ده؟ جايبين رز ابن ناس. حتى الرز جايبينه ابن ناس يا محمدي. في ايه؟ بس انت اسعارك فوق. انا هنقول الحق اللي ليك واللي عليك. دي حاجه غريبه. لا عضه بسيطه، مفيش ريحه زفاره خالص. ريحه الروزماري واضحه ومفيش كلام. ندوق حته من الصدر ونشوفها طريه ولا اخبارها ايه. وبصراحه لحمه الصدر طريه بردك وكويسه. التلاته في المقارنه دي حلوين قوي. التلاته طعمهم نضيف. التلاته مستواهم حلو قوي قوي قوي. ولكن التلاته اسعارهم عاليه. اقلهم الدهان قبل عند عبده. اسعار غاليه خالص المحمدي. ولكن انت في الاخر حر الاختيار. شوف انت نفسك تدلع نفسك بايه، اختار اللي يناسبك. وكان معكم هاني فود. اقترحوا عليا مقارنات كتير وقولوا لي اصلا انتم مبسوطين من المقارنات دي ولا اتكل على الله وبطل الشغلانه دي.